قال ديانج الدبابه نزل في ماتش بورتو خلى الملعب قدامهم ضبابه. ايه الحلاوه دي يا سيد ديانج؟ كنت فين يا اخي في الماتشات اللي قبل كده؟ ده نص الملعب كان فاضي من غيرك. موجود يا عم والله، بس كانوا مقعدين على الدكه لحد ما رجليا نملت من كتر القعده. وبعدين ده لولا حمدي فتحي اتصاب وطلع في الدقيقه 35 ما كنتش هشم ريحه النجيله بتاعه الملعب. واديني نزلت يعتبر لعبت شوط ونص وعملت شغل حلو الحمد لله. شغل حلو بس؟ ده انت كسرت الدنيا. ده انت بعد ما نزلت في الماتش ده الاهلي عمل 23 هجمه مرتده، ودقه التمريرات بتاعتك 87%، وما فيش لاعب من بورتو قدر يعدي بالكره لنص الملعب. وانت واقف كده عامل زي عسكري المرور لما بيخلي اي عربيه مخالفه مش بتعدي. يا عم بلا عسكري بلا غفير، ما خلصت خلاص وطلعنا من البطوله. ده انا كل ما اروح اتكلم مع ريفيرو واقول له عايز انزل العب يقول لي نو ديانج جو سيت داون اون دكه، يو ار نوت ريدي. وكل شويه يقول حمدي فتحي ومروان عطيه احسن منك. احسن منك ايه بس؟ ده انت تشيلهم هما الاثنين على كتفك وتجري بهم في وسط الملعب. وبعدين ريفيرو ده لسه جديد ومش فاهم الدنيا، لكن باللي انت عملته في ماتش بورتو ده خلاص انت بقيت اساسي في الاهلي وفي التشكيله كمان. لا يا عم، ولا اساسي ولا احتياطي. انا هرجع الفريق بتاع الخلود السعودي ده تاني. ده اللي عيشه هناك اخر روقان. ده انا كل يوم هناك بفطر على الصبح مندي وكبسه واحبس بدرق حليب، وبعد كده انزل الملعب اطلع نار. يا سيدي اذا كان على الكبسه والمندي نجيب لك كل يوم، بس اوعى تسيب الاهلي وتمشي يا سيدي يانج. وسامحنا يعني اذا كنا طلعناك اعاره، ما احنا ما كناش نعرف بقيمتك يا سيدي دباب. خلاص يا عم هقعد وامر لله. انا اساسا بحب الاهلي قوي وبعتبره زي بيتي. بس عليا الطلاق بالثلاثه. لو ريفيرو قعدني على الدكه تاني لا هلم شنطه هدومه وهمشي ومش هتعرفوا له طريق جره. يا سيدي ما تقلقش، انا من ناحيتي هكلم لك ريفيرو ده ويخليك اساس على طول، وكمان يديك شاره الكابتن بتاع الاهلي. المهم دلوقتي انت هترجع من امريكا على مصر ولا هتروح عندكم البلد في مالي؟ لا انا هميل على الجماعه كده في البلد عندنا في مالي، علشان جايب لهم شويه لبس على شويه اكسسوارات على شويه بخور. ده انا خلصت القرشين اللي كانوا معايا في امريكا ومش معايا حتى دلوقتي ثمن المواصلات. بقول لك ايه، بلاقيش معاك قد 10000 دولار سلف كده؟ كان على عيني يا سيدي يانج. وبعدين ما انت بتقول انك كنت في السعوديه ومعاك فلوس قد كده، جاي تاخد مني انا فلوس دلوقتي؟ خلاص يا عم يلعن ابو فقرك. وبعدين فلوس السعوديه اللي انت بتقول عليها دي بعتها كلها لابويا الحاج ديانج الكبير. راح اشترى لي بها 15 فدان وبيزرعهم باميه. وانا اكتر حاجه اكرهها في حياتي اكل الباميه.